السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو حميد القطع. اسمعوا، أقسم بالله لو تعاتبوني مليون سنة مش حزعل منكم. أنا قاطع كثير على القناة، معلش والله اعذروني، يعني في عندي سترايك بالقناة وأبصر شو بس راح أعيط هسه يا جماعة. المهم، مقطع اليوم يا جماعة الخير راح نشوف تحدي انك تعرف اللاعب من خلال البازل اللي بتعرفوها. هاي التركيب راح يكونوا حاطين شكل لاعب بالتركيبة، بيفرقوا لك اياها وهات احذر لي مين هو هذا اللاعب. اتوقع التحدي راح يكون خرافي. المهم، لا تنسوا زر اللايك، اشتركوا بالقناة. شكرا، وصلنا 40 ألف والرحلة مستمرة بعون الله لل100 ألف، وإن شاء الله الأرقام أعلى وأعلى. أعزائي المشاهدين لا تنسوا اللايك، اشتركوا بالقناة. بخليكم مع المقطع، مشاهدة ممتعة. ونبدأ أعزائي المشاهدين ديلي فوتبول كويز. أنا من بإذن الله من اليوم يوميا أو كل يوم حاجيب لكم فيديو. اللاعب أوكي، هو عم بيجيب لي سامبل أو عينة إنه كيف حيكون هو التحدي. التحدي راح يكون رهيب. خلينا نحذر أول لا لسه ما بلشنا، هذا رقم 13. أوكي، أول لاعب عزيزي المشاهد، اتوقع واضح. ارجنتيني الجنسيه، فائز بكاس العالم، اخذ افضل لاعب شاب في كاس العالم، يلعب في نادي تشيلسي. يساعدكم انزو فرنانديز، صح 100%. هي اول لاعب يا جماعه، خلينا نحسب من 40. هي اول لاعب، جبناه 100% يا حبيبي. وهات لي اللاعب اللي بعده، اللي بعده يا عزيزي. اوكي، لاعب سهل جدا جدا جدا، برازيلي الجنسيه، فائز بلقب ابطال اوروبا الموسم الماضي في ريال مدريد، حمل رقم 7 فينيسيوس جونيور يا عزيزي. اللي جاي كيليان مبابي معاه في النادي. يا لطيف، شو راح يكون موسم صعب على الانديه اللي حتلعب ضد ريال مدريد الموسم القادم، عن جد. اللاعب اللي بعده وزميلهم الاخر، الزميل الاخر الهم جود بيلينغهام يا عزيزي. انا بحاول اخليكم من الاخير وبحكي اللاعب عشان اخليكم تحذروا اللاعب. 3، اذا هيك انا عندي صح من اصل 40 لاعب. بدنا نحسب ونشوف انه صح ولا لا. اللي بعده اوكي، دنمارك الجنسية ولا مش عارف هو ايش جنسيته. اللي هو مارتن اوديغارد، لاعب ارسنال تحت قيادة ارتيتا. هو دنماركي ولا النرويجي؟ صح، نرويجي مع هالاند. والله يا جماعة اني مش مركز صراحة، مش عارف للأمانة. طيب اللاعب اللي بعده لابسك هون. هيكم عرفتوه ولا ما عرفتوه؟ البولغا الأسطورة، أفضل لاعب من لمس كرة القدم، ليونيل ميسي يا عزيزي، فائز بكوبا أمريكا الماضية. الله يا ميسي، I love you so much كلاعب طبعا. طيب اوكي، برضه زميل ميسي في الارجنتين، فائز بكأس العالم، وهو لوتارو مارتينيز، لاعب انتر ميلان. والله لوتارو يا جماعة في كأس العالم، أنا بالنسبة لي جرتني في كأس العالم، جرتني، ولكن حبيته في نهائي كوبا أمريكا. هو سجل هدف الفوز ضد كولومبيا. اللاعب اللي بعده جفارديول الكرواتي، مدافع مانشستر سيتي. جفارديول صحيح، والله صحيح، جفارديول المدافع اللي بكأس العالم أبدع للأمانة، ومن وراه اشترى أفكار بيب جوارديولا بس مسح فيه الأرض. طيب اللاعب اللي بعده هو زميل شو اسمه جفارديول، برازيلي الجنسية، حارس مانشستر سيتي، اللي هو إيدرسون يا حبيبي. إيدرسون حارس متألق للأمانة، وكان في حكي إنه حينتقل إلى الدوري السعودي، ولكن مبسوط. هو في صرح انه مبسوط مع بيب جوارديولا ومانشستر سيتي وهو باقي. طيب اللاعب اللي بعده، بدي اساعدكم، برازيلي الجنسيه، مدافع، يلعب في نادي باريس سان جيرمان، ماركينيوس المدافع، مدافع مخضرم بنقدر نحكيه. يعني هو كبير في العمر او بالثلاثينات يعني، وعنده خبره دفاعيه كبيره. اذا ماركينيوس يا حبيبي، في قرصه مجننيتني تعي وله. اللي بعده اوكي، مدافع ريال مدريد، برازيلي الجنسيه برضه، انصاب بالرباط الصليبي، ميليتاو، إدر ميليتاو يا حبيبي. كم مرة حكيت يا حبيبي؟ والله عدوا لي، بس والله الكلمة بتطلع معي يعني لا إرادي. معلش يا جماعة. اللي بعده كلكم حبايبي لإنكم. طب أنا مش شايف إشي من اللاعب. هو في مانشستر، أوباميكانو أتوقع. أوباميكانو، والله إني كفو. أوباميكانو هو، لأنه كان محطوط معه فوق جوريتسكا، فإنه أنتم مين بدكم؟ بس هو لا، أوباميكانو. هو ألماني فرنسي الجنسية. اللاعب رقم 12 اللي انتقل إلى ريال مدريد ويحمل الرقم 9 حاليا،
كيليان امبابي. الله يستر الموسم القادم، الله يستر الموسم الجاي، اقسم بالله خوف مليون. هي هدف على برشلونة منهم يا اخي. هذا ما بضيع بلنتيات وسرعته واهدافه يا زلمه، يا الله يستر. بس اللاعب اللي بعده كان في نادي ليستر سيتي، في نادي ليستر سيتي لاعب توتنهام الحالي، جيمس ماديسون. اتوقع اسمه الاول جيمس، مزبوط، جيمس ماديسون الانجليزي. صراحة لاعب خط وسط متألق. وفي خبر اليوم صحيح، هير وي جو، على قولة فابريزيو، داني اولمو رسميا الى نادي برشلونة. اللاعب اللي بعده أسطورة من أساطير كرة القدم. أنا برشلوني ومشجع لميسي، ولكن ما بنكر كريستيانو رونالدو، بالعكس هو لاعب كبير. إذا كريستيانو رونالدو أسطورة من أساطير كرة القدم. يا جماعة لما يحكي أنت بتشجع ميسي ولا رونالدو، إحنا ما بننكر قيمة لا هذا اللاعب ولا هذا اللاعب. اللاعبين على فكرة تألقوا ووصلوا مراحل توب وعالية جدا، عرفتوا؟ أوكي، اللاعب اللي بعده أليسون بيكير، حارس ليفربول، برازيلي الجنسية صحيح. إذا أليسون بيكير يا عزيزي. أوبو بوبو، سجل هدف راس والله. متى هاي؟ متى هاي بالبريمير ليج؟ والله العظيم إني ناسي، مش متذكر أنا صراحة. طيب هو لاعب فرنسي الجنسية، يلعب في نادي ريال مدريد في خط الوسط، محور أتوقع. هو بيلعب، هو تشواميني. تشواميني أنا بحبه كثير، احذروا ليش بحبه كثير. لأنه في كأس العالم ضيع بلنتي. طيب اللي بعده هو لاعب برازيلي مهاجم، أرسنال، جابرييل خيسوس. جابرييل خيسوس يا عزيزي، صحيح جابرييل خيسوس. نكمل يا عزيزي، جابرييل خيسوس. طيب اللاعب اللي بعده انجليزي الجنسية، ما اتوقعش مبسوط في مانشستر يونايتد على حسب اخر الاخبار. جناح ايسر، ماركوس راشفورد. الموسم مش اللي اجى اللي خلص، اللي قبله على فكرة تألق جدا جدا جدا، وصل فورمة عالية مع مانشستر يونايتد على ما بتذكره انا. بس الموسم الماضي سيء، اتوقع ما لعب كثير. اوكي هذا اللاعب انا صراحة بتمناه كجناح ايسر في برشلونة. اللاعب سريع مهاري، اللي هو البلجيكي دوكو. والله لاعب سريع رهيب مهاري، وصغير بالعمر، اتوقع عمره 20 سنة اذا ما خاب ظني. اتوقع والله يعني والله اعلم انه عمره 19 20 21 بهالرينج هاد. لاعب خرافي بتمناه صراحة محل نيكو ويليامز. طيب انت مين؟ هو انجليزي الجنسية، مش ديبالا. دقيقة دقيقة، لا هذاك سولورث، هذا في البريمير ليج. لا انا والله عجزت، انا عجزت، لا انا عجزت. فيرجسون مين انت يا زلمه؟ اول لاعب غلط. يا زلمه الله يسامحك، يا زلمه الله يسامحك، خربت لنا الريكورد اللي كنت بدي اجيبه. هسه بلشنا حلو، لا هذا بعرفه، بس هذاك كسر لي الريكورد، ترى قهرني، ترى قهرتني. بدري، بدري لاعب برشلونة، البسكوتي اللي بيضل ينصاب. انا بقهرني ترى، اصاباته صاير كثير اوفر يا جماعة. بوقع اخ اصابة شهرين، اخ اصابة 20 شهر، يا زلمة حل عنا، اتوكل على الله يا رجل. اللي بعده، هذا اللي بتمناه ببرشلونة، هذا اللي بتمناه جد مع دوكو من مانشستر سيتي، اللي هو برناردو سيلفا البرتغالي. صراحة انا بالنسبة لي بحب طريقة لعب اللاعب، مهاري. اوكي مش انه دريبلينج كثير عالي، ولكن بيعرف يحتفظ بالكرة، كنترول ممتاز على الكرة، تسديدات كثير ممتازة، فلاعب متألق. وهذا زميله النرويجي اللي مش راح فريق اللي مسجل عليه عدا ريال مدريد طبعا، اوكي، اللي هو ايرلينج هالاند. انا بقصد في دوري ابطال اوروبا. وهذيك المره في برشلونه المباراه الوديه اتوقع سجل ولا ما سجل هو، مش عارف صراحه. سجل بلنتي والله ما انا ذاكر صراحه. اوكي هذا مدافع ارجنتيني، اوكي تألق في كأس العالم. ليساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز صحيح، صحيح صحيح والله. اوبو يا الهدف، اوبو يا الهدف. والله مدافع متألق مع انه قصير القامة على فكرة بالنسبة للمدافعين يعني. طيب انت راح تخرب لي ام الريكورد هذا كامل، بس انا حاس حالي، حاس حالي عارفك. فيرتس، فيرتس. والله اذا انا اسطورة يا جماعة، انا اسطورة في ارجاء المعمورة، هاي قاعدة يعني لازم تكونوا حافظينها. ابو حميد اسطورة في ارجاء المعمورة وانتم عارفين هذا الكلام. وبعون الله سوري، بعون الله انه الموسم هذا في ردات الفعل حتكون رجعة اسطورية على القناة. لوروا سنة، الماني الجنسية، سهل جدا يعني. لحد الان غلط واحد اللي هو هذاك اللاعب، والله ما انا داري شو اسمه، حتى هو ممكن بيعرف شو هو.
طيب يا عزيزي، 26 لاعب منهم لاعب غلط، اذا 25 صح. اللاعب اللي بعده اتوقع عرفت اللي هم بدهم اياه، اللي شعره هيك قايل لا، اللي هو رونالد اراوخو. برضه الثاني صار ينصاب كثير زي بدري. هو المشكلة ببرشلونة كانت المعد البدني كان عاطل مع تشافي، مع المدربين اللي قبل. بس فليك شكله شغال شغل صح على فكرة. فليك انا متأمل فيه خير، انه يعطي جيل صح ان شاء الله. اوكي، كوري الجنسية، لاعب بايرن ميونخ، كيم من جاي. كيم من جاي صح والله اسطورة يا زلمة، والله خلاص سكر المقطع يا زلمة، اسم والله اني اسطورة. اذا كم من جاي، اذا عندي 27 لاعب صح ولاعب لحد الان غلط، بس ان شاء الله اللي بعديهم ما يخربوا لي. اوكي، برتغالي الجنسية. بس يا اخي ما بعرف انا ليش ما بحبش اللاعب هذا، ما بعرف ليش، لا تسألوني، اللي هو برونو فرنانديز. بس انا كلاعب ما بحبه، بس شو السبب ما بعرف، بس انا ما بحبه. بتعرف الشعور انك ما تحب شخص بس ما بتعرف ليش، خلاص مش مستظرف ولا البني ادم انا. عرفتوا كيف؟ المهم، اوكي، هذا البني ادم قضى على حاله من طلع من برشلونة. حرفيا 2017 لما طلع من برشلونة اللي هو نيمار، قضى على حاله. يعني راح باريس، يعني كل موسم اصابات، بالست شهور بالسبع شهور ما يلعبش اشي. راح الهلال اصابات، يعني ما بعرف صراحة عنه. يعني بكرهك كثير لانه بضعم الكلاب هذوك اللي تفي عليهم، انتم فاهمين من قصدي، اللي بنذكرش اسمهم لانه بعتبرهم مش موجودين انا اصلا، اللي هو كورت والحيوان. ما علينا. اللي بعده، الهي توقع وما تقوم. اللي بعده، اوكي، عرفتك اللي هو الالماني، لاعب بايرن ميونخ، لاعب خط الوسط، جمال موسيالا. جمال موسيالا، صحيح. اوكي، اللي بعده يا حبيبي، يلا سريع انجز. اوكي، هذا اللاعب يا باي، شو اني بحبه، اقسم بالله كمحور من افضل لاعب محور موجود حاليا الاسباني رودري. اتحدى اتحدى لاعب محور بالايام هاي افضل من رودري كمحور. مستحيل بتلاقي لاعبين جيدين، ولكن كرودري نو واي، مستحيل. اوكي، داروين مايونيز. مايونيز، ها ركز، مش داروين نونيز، داروين مايونيز، ركز. داروين مايونيز. لاعب والله ما انا عارف شو اللي بده اياه صراحة، يعني ما بحسه هالقيمة العالية اللي بالفريق لما يكون بالنسبة لإلي صراحة. اوكي، هولندي الجنسية، ماتياس دي ليخت. صح صح والله اي دون نو، صح 100% ماتياس دي ليخت. والله كفى ابو حميد. والله يا جماعة هي هيك 34 لاعب صح من اصل 35. 36 حلو، هي عرفناك انت كمان. المغربي الظهير الايمن، اوكي، اللي هو اشرف حكيمي، ابدع في كأس العالم وهو لاعب مبدع حاليا حتى. بس لو ينتقل من باريس، بس هذا هدفه مع باريس يا لطيف، جد يا لطيف. اللي بعده، برازيلي الجنسية، بصراحة مستواه آخر فترة مش عارف وش اللي بده إياه. اللي هو فما حاجة، رودري. في موسم فما حاجة، انتوا فاهمين علي، اللي هي فازوا بال 14 ريال مدريد. اقسم بالله انه سفح، كان يرجع فيهم ريمونتادات، وعن جد فما حاجة كان. بس الموسم الماضي مش متألق كان صراحة. انت مين شو اسمه، ترام؟ لا، ايساك. يا زلمه اقسم بالله انك كفو ابو حميد، يا زلمه والله اني رهيب. انا ليش غيرت لما شفت عنده الاشاره اللي هون بريمير ليج، دغري غيرت لانه هذاك في الدوري الايطالي. حلو. اللاعب اللي بعده مدافع متألق برتغالي الجنسية، اللي هو يعني تحدي سهل صراحة، مش هالصعوبة، روبن دياس، لأنه بتحس نص وجهه طالع، فإنه خلص معروف البني آدم، اللمحة تاعته الأولانية، أنتوا فاهمين علي. ضايع اللاعب، اذا هيك بكون عندي الريكورد تقريبا فل ما عدا لاعب واحد، فانه منيح. لا بدخل، لا عرفتك، لا عرفتك، هو جورجي الجنسية، جناح ايسر في نادي نابولي، اللي هو كفارة تسخيليا، الاسم الطويل كفارة تسخيليا، حتى شوفوا كيف يتشبصر شو، كفارة تسخيليا. وهيك اتوقع انتهى المقطع. اعزائي المشاهدين، بتمنى انكم استمتعتوا.
مقطع بداية للقناة، أو مش بداية، عودة للقناة بمقطع هيك فرفوشي نسترجع معلوماتنا الكروية قبل بداية الموسم الجديد. إن شاء الله راح أنزلكم مقطع عن كيليان امبابي إنه انتقاله لريال مدريد، ونحضر عن مبارياته وأهدافه، داني أولمو بالإضافة للاعب هاد. فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا من المقطع. لا تنسوا اللايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات إذا مفعلينه، الغوا ردوا فعلوا مرة ثانية، وأنا آسف مرة أخرى. نشوفكم بالمقطع الجاي إن شاء الله، مع السلامة.